المسحوقات ديال البروتين خطر على الصحة بسبب المعادن الثقيلة اللي اكتشفتها أمريكان في هاد المنتوجات بحال الرصاص، الكادميوم والأرسينيك. واش هادشي صحيح ولا لا؟ هادشي اللي غنشوفو في هاد الفيديو. المعادن الثقيلة بحال الرصاص والكادميوم والأرسينيك كاينة طبيعيا في الأرض، ولكن المشكل هو أن النباتات كتقدر تمتصها من التربة الملوثة أو المياه المستعملة في الزراعة، ومن تما كتوصل المواد الخام ديال مكملات البروتين، خصوصا البروتين النباتي البلانت بيزد بروتين. هذه معروفة علميا باسم البايو اكيميليشن، يعني تراكم المعادن داخل النباتات أو الكائنات عبر الوقت. المشكل هو أن هاد المعادن كيبقاو في الجسم، خصوصا في الكليتين والدماغ، ويقدر يسببوا النوروتوكسيسيتي، التأثير على الجهاز العصبي والكدني دامج اللي هو الضرر على الكليتين، ومشاكل أخرى على المدى الطويل. بالنسبة للدراسات اللي داروها على هذا الشيء عندنا تقريبا 3 اللي غنركز عليهم، واللي هما دراسة من الكونسيومر ريبورتس في 2025 في أمريكا اختبروا 23 نوع من البروتين باودر، ولقاو أن أكثر من ثلثي المنتوجات كانت فيها كميات من الرصاص تفوق المستوى الموصى به اللي حددوه في 0.5 ميكروغرام في النهار. ودراسة أخرى من الكلين ليبل بروجيكت اختبرت لنا 160 منتج من 70 علامة تجارية، ولقاو أن حوالي 47% منهم على الأقل فيهم معدن ثقيل واحد فوق الحدود الآمنة. كذلك دراسة علمية منشورة في 2020 على 133 منتج بينت أن الاستهلاك العادي ما كيشكلش خطر مباشر، ولكن الماس جينرز كانوا أكثر تلوثا، في حين أن الواي بروتين كان أقل تلوثا. هذا الشيء لا دل على شي حاجة كيدل على أن ماشي كل البروتينات فيها الخطر، ولكن الفرق الكبير كاين بين الأنواع. مثلا البروتين النباتي البلانت بيز راه أكثر عرضة للتلوث بالرصاص والمعادن بسبب البايو اكيميليشن، لكن البروتين الحيواني الواي بروتين راه أقل تلوثا عادة لأنه مصدره من الحليب، في حين أن الماس جينرز غالبا فيهم مكونات كثيرة وبالتالي أكثر احتمال للتلوث. المشكل الأكبر هو التراكم كرونيك اكسبوجر، ماشي جرعة واحدة، يعني الخطر كيزيد مع الوقت والاستعمال اليومي بدون رقابة. دابا السؤال غيكون هو كيفاش نختار المكملات اللي غناخذ اللي ما فيهمش خطر. اختار ماركات عندها ثيرد بارتي تيستين او شهادات من جهات مستقله بحال NSF Certified for Sport، الانفورمد سبورت واليو اس بي فيريفايد. راقب كذلك Certified of Analysis COA في الموقع الرسمي للشركه باش تاكد من نتائج المعادن الثقيله. دابا غنعطيكم احسن لي مارك اللي كاينين في السوق، واخا قلال لكن ما منهم خوف. اولا عندنا الجولد ستاندار واي ديال الاوبتيموم نوتريشن، واحد من انقى البروتينات حسب الكونسيومر ريبورتس. كذلك كاين الواي ايزوليت ديال ترانسبارنت لابس، عندهم تحاليل منشوره ونتائج ممتازه في اختبارات المعادن الثقيله. عندنا كذلك المومنتوس واي ايزوليت تختبر من طرف جهات مستقله والنتائج ديالو كانت نظيفه جدا. اللي موجود عندنا شويه هو الاوبتيموم نوتريشن. الو بخلاصه دائما كنقولها وكنعاودها، راه الواي ولا البروتين باودرز اون جينيرال اصلا قليل فين غتحتاجهم، الماكله راه في الكفايه، وإلا احتاجيتي تدخل مكمل خذ شي واحد يكون موثوق. فنتمنى نكون افدت. ها مرتي ديال الكوتشين، وما بقى غير نقول لكم ذاتس ات. انا معاك يونس.